الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، وتحديدا السوريين والسوريات في كل مكان في الوطن في المهجر، مرحبا. في هالحديث سأحاول تناول بعض المفاهيم التي تغيرت، برأيي أنها تغيرت مع تغير النظام الحاكم في البلد، على أمل أنه أن تنفتح العقول قبل القلوب، لكي تصل الفكرة بسرعة إلى العقل، ثم تنزل بطمأنينة على قلوبكم. بسقوط النظام السوري السابق، نظام عائلة الأسد، نظام البعث، هذا السقوط المدوي برأسه وحاشيته وسلطاته وبغنوجه كلهم هربوا. يبدو لي أنه النظام السوري استفاد من مأساة النظام العراقي السابق. عندما سقط النظام الكل توارى والكل اختبأ، لكن القوى العسكرية الموجودة على الأرض صارت تلتقط رموز النظام العراقي السابق وتقدمهم للمحاكمة. النظام السوري السابق يبدو لي أنه كان مأمن ممرات الهروب أو قنوات الهروب أو طرق ووسائل الفرار والهروب قبل إعلان هروب بشار الأسد وسقوط النظام. هذا كان واضح. آه، هذا السقوط وهذا التحول النوعي في تقديري، يعني قياسا أو على ضوء هذه المتغيرات، ينبغي على السوريين اللي كانوا على مقاعد المعارضة سابقا أن يغيروا في تعاملاتهم وتناول للكثير من المفاهيم. يعني ما عاد في شيء اسمه ثوري أو ثورة. ما عاد واحد يكتب على البروفايل ال- الناشط السوري الثائر فلان الفلاني، وانت مع الثورة وانت ولا ضد الثورة، ومن هالكلام هي يعني هذا الكلام كله صار ينبغي إحالته للمتاحف وللماضي، صار جزء من الماضي، لأنه مفهوم الثورة ما عاد مستوفيا للشروط، وفقد أبرز أسبابه، وبزوال السبب تزول النتيجة. الثورة كانت نتيجة جملة من الأسباب، أبرزها آه، النظام السوري، والنظام السوري ونظام بشار الأسد سقط. فما عاد في مجال أنه نحكي عن وجود ثورة والثورة مستمرة، ومن هالكلام العاطفي وهالشعارات والمزايدات ما عاد في مجال. الآن يعني انتقلت المعارضة من مرحلة المعارضة إلى مرحلة السلطة، إلى مرحلة تقديم نظام مختلف ومغاير ومناقض للنظام السوري السابق. النظام السوري الحالي ينبغي أن يكون أكثر ديمقراطية، أكثر انفتاح، أكثر مرونة، أكثر آه، خدمة للمجتمع وللدولة، ولا يجعل الدولة والمجتمع في خدمته كما كان يفعل النظام السوري السابق. وبالتالي مفهوم الثورة على النظام ما عاد في مجال للإقرار به، وأنه الثورة مستمرة وما بعرف شو. هلا كل واحد يجي بيجتهد ويقول أنه لا، الثورة مستمرة. كيف مستمرة؟ لا، هنالك أهداف لم تحققها الثورة، والدولة الوطنية والعدالة الانتقالية والمحاسبة، هذه مش من مهام الثورة، هذه من مهام السلطة التي كانت تقود الثورة. وصلت، خطت الخطوة الأولى والاستراتيجية لتحقيق الخطوات الأخرى. الخطوة الأولى والاستراتيجية كانت إسقاط النظام، والنظام سقط.
فالثورة عندما تتحول من الحالة المتحركة الضدية إلى الحالة الساكنة المتحركة، يعني الساكنة العمودية، كانت حالة متحركة أفقية، الآن صارت حالة متحركة عمودية فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، بالدستور، بحياة الناس، بالحقوق، وتنظيم تعاملات الدولة مع الفرد والفرد مع الدولة والمجتمع. كل هذه الحالة هي حالة حركية في تقديري، تصاعديا أو عموديا، مش الحالة الأفقية التي هدفها إسقاط السلطة وبناء دولة جديدة. إذا مفهوم الثورة، دلالات الثورة، موجبات الثورة سقطت. ما عاد في مجال انه واحد يجي يزايد على الثاني ويكتب على البروفايل تبعه الناشط الثوري الثائر ما بعرف شو. هذا ما عاد له اي معنى. يعني المعارضة التي كانت معارضة او معارضة للنظام السوري الان صارت سلطة. صحيح مش كلها شريكة في السلطة حاليا. المرحلة الانتقالية بإيد جبهة النصرة، انفردت بها جبهة النصرة. إذا هذه الكتل الموجودة خارج الحكومة الانتقالية التي كانت معارضة لنظام الأسد هي حاليا ليست معارضة للحكومة الانتقالية، بل ترحب بها وتبارك وتسجل شوية ملاحظات انتقادات كذا، لكن ليست معارضة للسلطة الحالية. إذا هي معارضة لمين؟ النظام السوري راح، نظام الأسد راح، حاليا معارضة لمين؟ ما عاد في مجال أن تصف نفسها بالائتلاف السوري المعارض، التحالف السوري المعارض، ما بعرف شو، المسار الديمقراطي المعارض، هيئة التنسيق السورية المعارضة. كل هذه التفاصيل ما عاد في مجال. إذا استمرت في استخدام المعارض صفة لسلوكها وتعاملها مع الحكومة، هذا يعني أنها الآن معارضة للحكومة، وهذا لا ينسجم مع الخطاب الترحيبي للتغيير الحاصل والحكومة الانتقالية الموجودة حاليا، والتي استلمت السلطة من حزب البعث. جبهة النصرة استلمت السلطة من جبهة حزب البعث، أو من بين قوسين من الجبهة الوطنية التقدمية. فمسألة المعارض وصفة المعارض كمان صار يعني بحاجة إلى إعادة نظر وتلافي هذا الأمر في الخطابات والتعاملات. السلطة السابقة راحت، السلطة الحالية اللي كانت معارضة موجودة أو جزء من المعارضة، يعني مش كل المعارضة، لكن صحيح هي جزء من المعارضة، لكن بقية تفاصيل المعارضة ما بقت هي كمان معارضة. الآن صار لها توصيف آخر، ينبغي أن تختار، لا هي جزء من السلطة ولا هي جزء من معارضة السلطة. فالمرحلة الانتقالية ربما يعني لنقل لا تقرر مصير المعارضة. المرحلة ما بعد الانتقالية ستقرر مصير هذه المعارضة، لكن هذا لا يعفي التكوينات الموجودة حاليا من من وقفة تأملية وإعادة النظر في خطابها وتوصيف نفسها وآليات تصدير نفسها للرأي العام السوري والإقليمي والدولي. حاليا شو يعني هاي أسئلة برسم هذه الكيانات الموجودة حاليا، يعني مصيرها معلق. لا هي شريكة في السلطة في المرحلة الانتقالية، ولا هي يعني تعلن معارضتها الجدية والفعلية للمرحلة الانتقالية. هي أيضا مش بس الحكومة الانتقالية، المعارضة أيضا في مرحلة انتقالية بين قوسين المعارضة، يعني حتى نعتاد على أنه نشيل هذا التوصيف عن هذه الكيانات بده وقت، يعني بده وقت وبده مواقف، بده وضوح في المواقف وفي الخطابات. إذا هل الثالوث، الثورة، السلطة، المعارضة،
في تقديري صار يعني صارت بحاجة يعني أضلع هذا المثلث أو الثالوث بحاجة لمراجعة جدية ومهمة للمفاهيم، ويعني اجتراح تصورات ووضع توصيفات تنسجم مع الواقع، تكون متصالحة مع الواقع السوري بشكل عام وواقع هذه الكيانات بشكل الخاص. المرحلة الانتقالية التي رحبنا بها ويعني والناس كلها فرحت يعني في أو أغلبها فرحت بسقوط النظام البعثي الأسدي بتلك الطريقة المخزية. ويبدو لي أنه يعني خلال أسبوع أو 10 أيام من حلب ل لدمشق، يعني مش معقول هذا يعني هذا الانهيار الفظيع، هذا الانهيار السريع والفظيع وعدم تكبد المعارضة خسائر فادحة. ما عاد في مجال نحكي عن الملاحم والمعارك الضارية والطاحنة والاشتباكات والقصص هي يعني. أنا ما بقول أنه استلام وتسليم، لكن كان هنالك شيء من التنسيق، وبيانات اللي كانت تطلع أنه هنالك تواصل مع قيادات في النظام، قيادات أمنية، قيادات في الجيش، كذا كذا، كان واضح. إذا بترجعوا لأرشيف تطور الأحداث والبيانات التي كانت تصدر والتصريحات عن غرفة العمليات، كل هذه التفاصيل يعني تؤكد وتوثق أنه ما كان في هالجانب التصادمي مع القوى الزاحفة نحو دمشق، وهذا شيء إيجابي. أنه الخسائر تكون قليلة، والخسائر يعني في الطرفين، في الطرفين، الطرف الزاحف من حلب نحو دمشق، والطرف اللي كان يفترض به أن يحمي العاصمة وهي محصنة وكل القصص هي. يعني الشيء يعني إنجاز لنا ووصفه بالإيجابي، إنجاز لنا نقول انهيار سريع لنظام البعث، انهيار سريع لنظام بشار الأسد. طبعا 10 سنوات من الذل والمهانة والمجازر يعني تكفي الحصيلة المهولة والكونية للضحايا من قتلى وجرحى ونازحين، ويعني حصيلة مش 13 سنة حرب، 30 سنة حرب. فهذا الانهيار والسقوط السريع كان يعني ممكن اعتباره شيء لمصلحة السوريين. طيب، مع هذا الانهيار الفظيع ما فينا نحكي عن يعني من هالأسطرة والتضخيم والبطولات والمسائل الهي يعني. فالسوريين فرحوا بهذا التحول النوعي، بزوال هذا الكابوس، ودخلوا مرحلة الانتقالية. على المرحلة الانتقالية ما فينا نحكم عليها 100%، وما فينا نتجاهل الانتقادات ونقول لا هي مرحلة انتقالية مش مشكلة. لا، المرحلة الانتقالية مرحلة تأسيسية. يعني الآن إذا انفردت جبهة النصرة بالسلطة والحكومة واستلمت الحكومة من حكومة البعث السابق أو حكومة البعث الأسدية البعثية، هل هنالك ضمانات أنه جبهة النصرة ما يعني تستحوذ على 80 إلى 90% من المرحلة ما بعد الانتقالية أو اللي نسميها مرحلة الاستقرار؟ هل هنالك ضمانات؟ الائتلاف السوري المعارض أو التحالف الديمقراطي السوري أو الكيانات الأخرى من المعارضين السوريين علمانيين وليبراليين والقصصي، هل بإمكانهم أن يضمنوا أنه لا، جبهة النصرة ستعود إلى الدعوة والإرشاد وستترك إدارة الدولة للتكنوقراط
وما بيعملوا الخلافة والقصص هي، ما يتكرر سيناريو القاعدة وداعش ونعود قرون إلى الوراء. هل هنالك ضمانات؟ ما في تقديري ما في ضمانات. يعني هذلون أقطاب الرموز العلمانية الموجودين في سوريا، الليبراليين والديمقراطيين، ما مدى يعني هل سيكون لهم تأثير وازن على جبهة النصرة أنه تخليها بالفعل يعني يعودوا إلى التكيات وللإرشاد؟ مش مشكلة، هذا حق في الإرشاد الديني في الدعوة، وما يتدخلوا بإدارة الدولة. كان هدف إسقاط الطاغية وترك الأمر شورى بين الناس، بين مكونات الشعب السوري. المرحلة الانتقالية كونها انتقالية هذا مش مبرر انه الواحد ما يخاف، هذا مش مبرر انه واحد انه يحط ايديه واجريه بمي باردة ويثق بالاستاذ المحترم احمد الشرع. مش مبرر يعني انه يلا مش مشكلة، هاي مرحلة انتقالية. هاي المرحلة الانتقالية لا يوجد ضمانات انه ما تتمدد. يعني النظام السوري البعثي في 63 أعلن حالة الطوارئ، وهذه الحالة الطوارئ انتهت ب 2011 واستبدلها النظام السوري بحالة حرب على الشعب السوري. هذه الحرب توقفت بسقوط النظام. هل هنالك ضمانات أن هذه الحكومة الانتقالية المحددة يعني بسقف زمني أنه ما تجي وطالع بيان لمقتضيات المصلحة العامة ونمدد حالة تمديد 3 شهور تاني مثلا أو شهرين أو شهر؟ هذا وارد. وأكيد هنالك من سيخرج علينا ويبرر ويقدم اجتهادات وتنظيرات أنه يا جماعة يعني خلوكم محضر خير وتفاءلوا بالخير تجدوه، وأنه صبرتم على النظام السوري 60 سنة اصبروا على الحكومة هي 6 شهور أو 6 سنين. ممكن، ممكن جدا يعني لأنه هي مرحلة انتقالية، هي مرحلة محفوفة بالمخاطر والمخاوف. أنا لا أشيطن، أنا أحذر مشان ما يجي حدا وبعدين يقول والله ليش ما حكينا بهذا الموضوع. في 63 لما اجى حزب البعث باسم الثورة، ثورة الفلاحين وثورة العمال على الإقطاع والرأسمالية والطبقة البرجوازية العميلة، بتتذكروا خطاب الستينات، ونعلن الطوارئ مشان حماية الثورة من الثورة المضادة. شو صار؟ وقتها ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب لحتى الناس تطلع وتحكي. لما انقلب حافظ الأسد على البعث، على صلاح جديد، على رفاقه وزج بهم في السجون، استمر في حالة الطوارئ. ما كان في وقتها أيضا سوشيال ميديا وإعلام وفضاءات مفتوحة لحتى الناس تحكي. الآن هنالك رقابة على حكومة جبهة النصرة، هي يعني حكومة انتقالية تقودها من الألف إلى الياء جبهة النصرة، ومعروف للقاصي والداني هي من هي. هذه الجبهة لربما مستقبلا، أنا عم بحكي عن احتمالات، عن مخاوف. أنا أكرر، أنا لا أشيطن، أنا آمل أن هذه المخاوف جملة وتفصيلا ما يكون لها أساس في الأيام القادمة، يعني ما تطلع مضبوطة، مبالغ فيها أو كذا والقصص هي. أتمنى ذلك، لكن ينبغي علي أن أفصح عنها جهارا نهارا وأقولها و و و وأنشرها. هذه الجبهة، جبهة النصرة، إذا راحت وساوت شيء بيشبه وعادت إنتاج الجبهة الوطنية التقدمية وجابت الائتلاف
وجابت التحالف الديمقراطي السوري، وجابت ياسين حج صالح وسمير النشار وجورج ثبرة ومحمد سيد رصاص وجابت الشخصيات المعارضة وكتل المعارضة وحطتهم في الخلطة اللي اسمها شيء يشبه ويوازي الجبهة الوطنية التقدمية تبعت حافظ الأسد. ومثل ما كان حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وهدلوني مجرد يعني ديكور وواجهة ووحدة وطنية. ما في ضمانات انه ما يتكرر هذا السيناريو. طبعا هنالك استعداد نفسي لدى بعض المعارضين انه يبرروا ويشرعنوا هل هيك شيء، انه لا اسلاميين ايه بس في حاله وطنيه، في شيوعيين، في ليبراليين، في ماركسيين، في قوميين سوريين، هاي موجوده هذا هو التنوع السوري. في ناس راح يطلعوا ويجتهدوا ومش بس ويزايدوا، هذا وارد. فانا كحاله استباقيه نقديه يعني افترض ذلك، واعتقد انه افتراض معقول استنادا على الواقع السوري ومعطيات الواقع السوري قبل الثورة على بشار الأسد، وبعد استلام المعارضين للسلطة وصاروا هن السلطة. يعني حادثة بسيطة، مسألة أنه عندما أدرجت جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية وقت ذاك طلع يعني معارض سوري جورج صبرا، مسيحي علماني شيوعي عروبي، يعني كل هاي الخلطة هي، وامتعض بشدة من سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على إدراج جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية. كثيرين يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى التماس الأعذار للتيارات الإسلامية للأخوان، حتى في منهم برر لداعش أنه مش مشكل يقاتلوا النظام بس مش مشكل، أهلا وسهلا. هلا يمكن أن تمنح ال القوى الإسلامية كنوع من الديمقراطية هامش العمل والحراك وكذا، سواء في الدعوة، سواء في التبشير، سواء في الشراكة في العمل السياسي، لكن انه ما لا تترك الحبل على غاربه للاسلاميين المعتدلين، فما بالكم المتشددين. فهنالك استعداد نفسي عند بعض المعارضين يعني ركوب الموجة وعدم اتخاذ موقف نقدي. شوفوا يا جماعة، يعني الأوطان يصار إلى تحصينها بالنقد. الحرية الفردية والحرية الجماعية للمجتمعات وحقوق الأفراد وحقوق الجماعات يتم تحصينها بالنقد، نقد الدولة، نقد السلطة، نقد المعارضة، نقد الإعلام، نقد الدستور. ما في شيء مقدس إلا حياة الفرد وحياة المجتمع وحياة البلد. مثل ما قال المرحوم رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، ما في حدا أكبر من بلده. لا بشار الأسد، لا أحمد الشرع، لا هشام غوثي، لا ما بعرف مين، ما في حدا أكبر من بلده. فبالنقد وعملية المراجعة دائما والمراقبة الحثيثة واللصيقة لسلوك السلطة، هذا هو وظيفة المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني اللي تكون الرقيبة على أداء الدولة، على أداء الحكومة، على أداء المؤسسات. والمجتمع المدني مش بس مؤسسات المجتمع المدني، أفراد على مستوى النخب والثقافية كذا. يعني مثل ما هنالك مثقفين إمعات كانوا بيدافعوا عن النظام الأسد وكوعوا، أكيد رح يكون هنالك مثقفين إمعات بيدافعوا عن الحكومة الانتقالية بما لها
وما عليها، لسه ما صار شيء لها الآن، يعني كل شيء عليها يعني. فسيكون هنالك مثقفين وإمعات بيدافعوا عن السلطة مهما كانت يعني شبيهة أو تتماهى مع سلطة البعث الأسد البائد يعني. سيكون هنالك مثقفين بيدافعوا، هذا طبيعي. وسيكون هنالك مثقفين معارضين حقيقيين بينتقدوا دون خوف، دون مهادنة، دون تفاوض على الرأي والقناعة، وعلى مصلحة الأفراد والجماعات، وعلى مصلحة البلد. فالمرحلة الانتقالية ما حدا يجي ويقول أنه هي مرحلة انتقالية مش مشكل ونصبر، لكن نعبر عن مخاوفنا، نصبر لكن لا نمتنع عن النقد، نصبر ونراقب ونرحب، لكن دائما نحافظ على حريتنا في التعبير عن الرأي، وفي التعبير عن الموقف، وفي حريتنا في توجيه النقد، في دائما النقد، يعني حتى ولو كان في جزء صح جزء خطأ، يعني ينبغي أن يكون يعني من شيطن النقد، يعني النقد أيضا ليس هدفه شيطنة السلطة. أنا لا أنظر إلى المشهد بعيون المتضررين من سقوط نظام البعث، وهم معروفين، فنانين مثقفين سياسيين كتل متضررين من هذا السقوط، أكراد على عرب على مسيحيين، هذا واضح ومعروف، وليس يعني بحاجة إلى عملية فرز وتسمية يعني. أنا لست منها، أنا من المتضررين من نظام البعث البائد، محروم من الجنسية، محروم أنه أسجل اسمي بالسجلات المدنية، محروم من الحقوق، محروم من أشياء كثيرة. لا أريد أن أكون كفرد وكشعب محروم من سوريا. وإذا حدا بده يحرمني من حقي في بلدي سوريا، سأستمر في معارضته وانتقاده. هذا ما يمكنني فعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في نقطة تانية كمان مهمة حاب أولى يعني، ويعني بتمنى أنه، ويبدو لي أنه أنا راح أكرر هذا الكلام كثير، أنه يبدو أنه في تكلس في الوعي، يعني يرفض ويأبى أن يتزحزح فيما يتعلق بالتعامل مع الأكراد. الكثير، مش قلة، الغالبية تخلط ما بين حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي. تجي بتناقشه من الصبح للمساء بيقتنع شوي، لكن في اليوم التالي نفس القصة. أيضا يخلط ما بين حزب العمال الكردستاني والأكراد، بيشوف أنه الأكراد موجودين خارج قسد، وموجودين داخل الائتلاف، وموجودين يعني سابقا، يعني مسار الثورة السورية، لكن ما بيفصل. لما بيجي بيحكي عن قسد يحكي أكراد. هذا يعني شيء مؤسف، يعني بتوضح له بالدليل بالألم نشرح مثل ما بيقولوا شوام، ولكن إيه نعم صحيح هذا الكلام. 24 ساعة بتشوف خطابه مرة ثانية هذا مش بس على مستوى العوام، لا النشطاء سياسيين، نشطاء سياسيين هيك بيتعاملوا. واحيانا يعني الموضوع مش جهل، احيانا في عنصر عمد في هذا الخصوص. وانا هذا كمان بحكم تواصلي مع الاكراد والعرب يعني الى حد ما بشوفه. مثلا آه، اذا استبدلنا حزب العمال الكردستاني وراح وتبخر، واجى المجلس الوطني الكردي اللي كان ضمن الائتلاف، واللي ما زال ضمن الائتلاف، واللي كان مع الثورة وضد نظام بشار الأسد، بتلاحظ أنه الموقف من الكرد ما تغير، ما زال هو. إذا الموضوع ليس حزب العمال الكردستاني، ليس معاداة حزب العمال الكردستاني، لا، الموضوع أكراد، قضية كردية، حقوق كردية، مظلومية كردية، شعب كردي.
كل ما يقال عن حزب العمال الكردستاني من انتقادات وهي في محلها، وأنا أنتقد أكثر منكم، لكن يتبين لي أنه وكأنه الموضوع كلمة حق يراد بها باطل. يعني الحق أنه يا الانتقادات توجه إلى حزب العمال الكردستاني، لكن الباطل هو خلط الكرد بحزب العمال الكردستاني، واستهداف وجود الكرد، واستهداف قضية الكرد، واستهداف حقوق الكرد، والتقليل من هذه المسائل داخل سوريا. إذا الموضوع مش عند مش مع يعني عند يعني الغالبية من النخب يعني، وفي تقديري وقياسا على المعطيات وانفراد جبهة النصرة بالمرحلة الانتقالية اللي هي مرحلة تأسيسية مهمة. القوى الديمقراطية، القوى العلمانية، القوى الليبرالية، القوى المدنية ينبغي يعني أن تتشبث بالمسألة القومية الكردية والسريانية والأرمنية السورية. إذا ما في قضية كردية في سوريا ينبغي لهذه القوى العربية منها أن تختلق قضية تشبهها، لأنه مسألة القوميات، حقوق القوميات، حقوق المكونات السورية هي معيار ومقياس التطور والتوجه الديمقراطي في أي بلد. ويعني وحجة قوية جدا لهذه القوى على أي سلطة دينية عقائدية استبدادية لاحقة تنفرد بحكم سوريا. فهنالك كنز وسلاح وورقة قوية جدا في رصيد القوى الديمقراطية العربية، القوى العلمانية العربية، القوى اليسارية العربية، القوى المدنية العربية، اسمها القضية الكردية في سوريا. لازم يدافعوا عن هذه القضية لأنه هي أساس التحول الوطني. بدون قضية كردية في سوريا ما فيكم تحكوا عن تحول مدني، تحول ديمقراطي وطني في سوريا. الجماعة راح تحكم البلد، بلد متنوع القوميات والثقافات والأعراق والأديان، بمنطق الجماعة الدينية، بمنطق الجزية، وهدلوني أهل ذمة وهدلوني ما بعرف شو، بهذا المنطق. فمن الآن فصاعدا في تقديري وظني أنه الكنز الذي هو موجود حاليا في متناول القوى الديمقراطية السورية ينبغي أن تحرص عليها حرصها على نور العين، لأنه إذا هذا الكنز راح وإذا أطيح بالقضية الكردية يعني عن شو بدون ما هو سند، يعني ما عاد في سند قوي ورصين ووطني وصلب للقوى الديمقراطية. يعني على شو بيعولوا؟ شو هي الأرضية الشعبية اللي بتعول عليها القوى الديمقراطية والعلمانية في سوريا؟ سنتين ثلاثة وعشرة وسيصار إلى يعني أخونة أو نصرنة نسبة إلى جبهة النصرة المجتمعات السورية، والمجتمعات السورية مهيئة لهيك شيء. 20 سنة سيصير يعني البحث عن يساري أو عن ليبرالي داخل سوريا مثل ما الواحد يعني مثل عالم أركولوجي بيبحث عن اللغة الأثرية. إذا استمر الوضع هيك، إذا استمر الوضع هيك أنا أحذر يعني وأتخوف على القوى الديمقراطية، على المسار الديمقراطي، على الحراك الديمقراطي والليبرالي اليساري العلماني في سوريا. مشان ما تنقرضوا ينبغي أن تكونوا من أشد المدافعين عن قضايا المكونات، قضايا الأقليات. إذا ما دفعتوا عن هذه القضايا عن شو بتكونوا تدافعوا؟ يعني شو الكلام عن الديمقراطية ومدنية السورية؟ ما عاد ينفع. وبالتالي هالمسألة في غاية الأهمية. أولا عدم الخلط ما بين الكرد وحزب العمال الكردستاني، عدم تفريط
ويعني انزلاق بعض اليساريين والليبراليين والديمقراطيين، يعني أنه أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وعلى اعتبار أنه الكردي هو الغريب. هيك ما بتزبط يعني. هيك معناته يعني في حال هذه المخاوف وجدت يعني التطبيقات العملية في أداء القوى السورية الديمقراطية المعارضة، القوى الوطنية الليبرالية العلمانية اليسارية المدنية، كل هذه التنويعات في مواجهة استئساد واستبداد جهة سياسية أو عقيدة أيديولوجية معينة، لكي تبني الدولة على وفق مقتضيات عقيدته ومشيئته وتصورها لأحوال البشر والدولة. هذا واضح يعني. هذا وقتها يعني يمكن الواحد آه، يعني أخشى مما أخشى أن الناس تترحم على نظام بشار الأسد، مش مثل ما الناس صارت تترحم على نظام صدام حسين في العراق، مثل ما الناس صارت تترحم على نظام القذافي في ليبيا، وحجم التمزقات التي حصلت. أعتقد أن الكلام واضح في هذا الخصوص. قصة يعني شيء يتعلق بالأكراد أيضا، يعني موضوع الانفصال، يعني هي كل ما صار هذول أكراد انفصاليين، أكراد انفصاليين. أنا حكيت في هذا الموضوع. هي الخرافة ينبغي يعني ضمن الكيانات السورية المعارضة يعني يساووا ورش ندوات في ضحد، هن في ضحد هذه الأكذوبة وهذه الخرافة. يعني شو أكراد انفصاليين؟ يعني ليش هيك بتدفعوا الأكراد دفعا نحو الانفصال؟ نجي للتاريخ العربي كلها من فجر الخلافة الراشدة، ومسألة الانقلاب والانفصال وبناء الدول على أسس عائلية، ومسألة يعني اتركوا انفصال عن الدولة الأموية وانفصال عن الدولة العباسية وتشكيل الدويلات وتشكيل الإمارات وتشكيل كل هذه التنويعات اتركوها. يعني في الحقبة العثمانية الجمعيات والأحزاب العربية شو كان بدها؟ كان بدها شوية اعتراف، بدها شوية إصلاحات من السلطة العثمانية. الاعتراف باللغة العربية، نظام لا مركزي. اللي بيرفض حاليا النظام اللامركزي خليه يرجع لتاريخه ويقرأ أنه اللامركزية كانت في سلم مطالب الجمعيات والأحزاب العربية من السلطة العثمانية، لكن السلطة العثمانية تمادت واستأسدت وطغت وأعدمت. هذا ما جعل ودفع الجمعيات العربية للاستنجاد بالأجنبي، بالإنجليزي، للانفصال عن السلطنة العثمانية. بعد ما اجوا الإنجليز والفرنسيين للمنطقة، المكونات اللي بتشكل النسيج السوري هي أيضا ارتضت أن يكون لها دولة حلب، دولة دمشق، دولة العلويين، ودولة جبل العرب، دولة الدروز. التحمت، ثم يعني صار في نوع من المخاضات والقصص. هي كمان توثق مسار النزوع الانفصالي عند النخب العربية التأسيسية اللي أسست للوعي السياسي العربي. نأتي إلى متى؟ إلى مرحلة الوحدة مع مصر، نتيجة المظالم الموجودة، مظالم السوريين ورفض الإصلاحات. يعني سوريا تنازلت عن علمها، سوريا تنازلت عن رئيس الجمهورية شكر القوة لجمال عبد الناصر، لكن طغيان واستئساد النظام الناصري واستسلامه لبعض النخب العربية السورية وقت ذاك أجبر بعض الضباط للانفصال،
وسوريا حكمتها حكومة انفصال من سنة 61 لسنة 63 أتى حزب البعث. حزب البعث الوحدة والاشتراكي وأمة عربية واحدة، الاثنين انفصلوا صاروا حزبين في العراق وفي سوريا. شو كمان بتكون أكثر من هيك؟ في التيارات الشيوعية العربية السورية، يعني الانفصالات والتقسيمات اللي صارت داخل الكيان الاشتراكي أو التيارات الاشتراكية الناصرية، التيارات الشيوعية، الحزب القومي السوري، هاد كله أرضية لسلوك انفصالي، يعني حزب عن حزب، دولة عن دولة. كل هذا التركة المهولة بالتاريخ الانفصالي، بالثقافة الانفصالية، بالسلوك الانفصالي، بالخطاب الانفصالي لدى الأخوة العرب، وبيجي بيقولوا الأكراد انفصاليين، بيلبسوا التوب تبعهم للأكراد الانفصاليين. سقف الانفصال عند الأكراد شو كان؟ في الثلاثينات حاجة أغا كان بيطالب السلطة الفرنسية بحكم ذاتي، هذه المطالبة كانت بدعم من عرب الجزيرة وسريان الجزيرة، منطقة الجزيرة شرق الفرات حاليا. في وقت كان في شيء اسمه دولة حلب، لا ما كان بده دولة، كان بده يعني شيء حكم ذاتي في هذه المنطقة تابعة لدولة حلب، ومع ذلك كان هنالك رفض. وبيجي بيقولوا أكراد انفصالي. لك يا حبيبي أنت فهمان شو عم تحكي؟ أنت مطلع على تاريخ بلدك؟ أنت مطلع على تاريخ ما بقول يعني 1400 سنة، لا ال 100 سنة الأخيرة من تاريخ بلدك. أنت لما بتتهم الأكراد بالانفصالية أنت فهمان القصة؟ عارف الله وين حاطك؟ فهمان ب 60 ألف حيط أنت فايت فيه؟ شلون تتهم الناس هيك جزافا بسلوك أنت اقترفته أجيال أبا عن جد؟ الأكراد انفصاليين. هذا الموضوع كمان بتقديري مسؤولية النخب العربية الديمقراطية الوطنية، أنه يا أخي حاجة كيل التهم الباطلة لهذا المكون السوري. أنت بدك هذا المكون يعيش معك كشريك، عامله باحترام، اخلق لديه الحوافز الدستورية الوطنية الديمقراطية لكي يدافع عن سوريا، لكي يعتبر سوريا وطنه النهائي. نازل فوق راسه اتهامات وانفصالي وانفصالي، هذا شلون بده يهضمك؟ شلون بده يثق فيك مع كل الأمراض والمشاكل اللي موجودة في المنطقة، منها ما منشأه بعثي، ومنها ما منشأه ديني، ومنها ما منشأه يعني لتيارات المعارضة السورية. طبعا عم بحكي معارضة سابقا، لكن صفة المعارضة وكأنه هن معارضين بس للأكراد، مش قضية أنه والله حزب العمال وحزب أجنبي وهالقصص هي. بالتوازي مع هذه التهمة الباطلة، أنا ما فيني، يعني أنا ما عاد أعرف كيف بدي أقنع الأخوة العرب إنه يا أخي حاجة تربطوا الأكراد بإسرائيل، حاجة تربطوا، يعني في هذا الوضع القلق. لو إنه إسرائيل بدها تخلق دولة كردية لكانت خلقت دولة كردية وفرضتها عليكم فرضا، يعني ودافعت عنها الدولة. هل إسرائيل عاجزة عن ذلك؟ من شو بدها تخاف إسرائيل؟ بدها تخاف من الجامعة العربية؟ بدها تخاف من أحمد الشرع أو محمد الجولاني؟ من شو بدها تخاف إسرائيل؟ لو أنه هنالك رغبة، يا أخي هاي تهمة كبيرة، تهمة كبيرة. الإسرائيليين ما بيحبوا حدا، ما بيحبوا حدا، وسبق أن ذكرت ذلك. يعني حتى الدول العربية اللي عملت معها تفاهمات وصلح مش عن حب، ما بيحبوا حدا، بدهم يحبوا الأكراد، ما بيحبوا الأكراد. حاجة يعني الكلام من اللبواني وما بعرف مين وكذا، واحد مش فهمان، مش قريان التاريخ، مش فهمان، بيروح بيقول لي ضابط إسرائيلي كاتب ما بعرف شو، إيه شو ضابط إسرائيلي كاتب يومياته في كردستان.
أنا لا أنفي هذه العلاقة، لكن في وقت أنه ضابط إسرائيلي كان يجوب كردستان، روحوا دوروا على علاقات الأنظمة العربية اللي كانت مع الإنجليز ومع الإسرائيليين. قيادات عربية معروفة، يعني بتنسوا كل هالتركة المهولة في العلاقة مع الإسرائيل، بيلزقوا بدين الأكراد وإسرائيل. شوفوا الإسرائيليين استهدفوا أسلحة النظام السوري. هي ما كانت يعني شكلا أسلحة الدولة السورية، لكن عمليا فعليا كانت أسلحة النظام السوري ضد الشعب السوري. استهدفت إسرائيل هذه الأسلحة ودمرت 80 إلى 90%، على أساس يعني الإسرائيليين أنه بدهم دولة منزوعة السلاح ومن القصص هي. حتى الأسلحة اللي كانت موجودة في القامشلي الإسرائيليين دمروها. لو كانوا بيحبوا الأكراد ومع حقوق الأكراد ومع مصالح الأكراد لكانوا خلوا هاي الأسلحة مشان يأكدوا أوهامك وخرافاتك وأكاذيبك واتهاماتك للأكراد بأنه عملاء للإسرائيل. كانوا راح يخلوا هاي الأسلحة للأكراد. بيخافوا من سلاحك هذا في دمشق أنه تستخدمه ضد إسرائيل. طيب إذا الأكراد كانوا حلفاء وأصدقاء لإسرائيل، إسرائيل ليش تستهدف السلاح الموجود، سلاح النظام السوري الموجود في مناطق سلطة ونفوذ الأكراد؟ هذا اشرحها يا حضرة المعارض السوري العميق العبقري الفهمان. حاجة يعني هيك كلام متهافت وهكذا طريقة من التسويف والشيطنة هاي مش طريقة يعني تؤسس لشراكة وطنية، لوحدة وطنية، لوعي وطني، لخطاب وطني جامع حاضن. يعني مش بهذه الطريقة يعني يتم طمأنة الناس. بدك تبعد الأكراد عن إسرائيل حسب مسامك، مش بأنه تتهمون، لا، تقدم لهم حقوق مشان يدافعوا عنك ضد إسرائيل. بدك تبعد تهمة الانفصال عن الأكراد، تفهم مظالم وحقوق الأكراد وهضم هذه المظالم على زمن البعث، ولا تحاول أن تعيد إنتاج خطاب البعث في سوريا الجديدة ضد الأكراد. أعتقد أن كلامي واضح وكان فيه شيء من الإسهاب، لأنه الظروف والقضايا والمشاكل العالقة والملفات العالقة السورية تحديدا يعني اقتضى مني هكذا قدر من الإسهاب في الشرح والنقد. الأخوة الأعزاء، الأخوات العزيزات، الأصدقاء في كل مكان، آمل أن تكون يعني أفكاري وانتقاداتي هذه يعني تفهم على النحو الصحيح. السعي والحرص الوطني حول لملمة التمزقات أو معالجة التمزقات السورية على أمل تأسيس لسوريا جديدة تمثل الجميع وتشبهنا، تشبه هذا التنوع الغزير والجميل للسوريين قوميا وثقافيا ودينيا وطائفيا وإثنيا. حتى موضوع آخر ألقاكم